انا شفت خبر موتي قبلها ب3 ساعات. اوعى تكمل الفيديو ده لو بتخاف من الحاجات الحقيقية، لان القصة دي حصلت فعلا. صاحبها للأسف اختفى بعدها بيومين. آدم شاب عادي جدا عنده 27 سنة، شغال مندوب توصيلات في القاهرة. حياته كانت مملة بشكل يخنق، شغل طول اليوم واكل بارد اخر الليل وساعتين نوم بالعافية. لكن في ليلة مطر كل حاجة اتقلبت. الساعة كانت 2:15 بعد منتصف الليل، وآدم كان خلاص هيقفل التطبيق ويروح، لحد ما جاله طلب غريب شوية. المكان شارع الحداد، بيت رقم 13. الغريب ان المنطقة دي مهجورة من سنين، والاغرب بقى من كل ده ان التوصيلة كان تمنها او سعرها كان 5000 جنيه. آدم بكل سخرية واستهتار ضحك وقال ده مستحيل، اكيد ده مقلب. لكن التطبيق اكد ان الفلوس مدفوعة وكمان مقدما. طمع غلبه، ركب الموتوسيكل بتاعه وطلع. طول الطريق النت كان عمال يقطع والجو ضلمه والشكل مرعب بشكل محدش يتخيله. والمطر كان في اليوم ده كان بيزيد شويه عن شويه. كل شويه كان يحس ان في عربيه ماشيه وراه بنفس السرعه اللي هو بيجري بيها. يبص في المرايه يلاقيها اختفت. لحد ما وصل. البيت كان قديم جدا، شبابيك مكسره وبيبان مخلعه، وكل اللي حوالين منه كله يعني المكان على بعضه كله مهجور. لكن اول ما قرب نور اصفر ضعيف اشتغل جوه البيت. آدم بلع ريقه وخبط على الباب، وفجأة الباب اتفتح لوحده، ومن جوه طلع صوت راجل عجوز بيقول اتأخرت يا آدم. آدم اتجمد لأن آدم أصلا ما قالش اسمه ولا عرف نفسه. دخل بحذر ولقى راجل عجوز مكركب قاعد على كرسي خشب قديم، وشكله مرعب بشكل غريب كأنه ما نامش من سنين، وقدامه صندوق اسود صغير. العجوز قال خد الصندوق ده وسلمه للشخص اللي هيكلمك. آدم قال بكل خوف مين الشخص ده؟ العجوز ابتسم وقال هتعرف لو فضلت عايش. آدم حس ان جسمه تلج وان هو ما بقاش على بعضه تماما. آدم اخذ الصندوق وفجأة كده اتفاجئ ان في حاجات جوه منه بتتحرك، كأنه حد بالظبط بيخبط من داخل الصندوق. خرج بسرعة وركب الموتوسيكل بتاعه وطلع يجري. بعد دقيقتين بس بدأ يسمع صوت غريب جدا جاي من الصندوق. رنت موبايل. وقف بالعافية تحت كوبري وفتح الصندوق عشان يشوف جواه ايه. كان في موبايل قديم جدا وشغال لوحده، الشاشة مكتوب عليها رسالة صوتية جديدة. آدم ضغط تشغيل وفجأة كده سمع صوته هو شخصيا. الرسالة بتقول لو انت بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى للأسف كل حاجة حصلت بالفعل. آدم وشه اصفر، لكن الصوت كمل عادي جدا وقال اسمعني كويس، قدامك أقل من 3 ساعات وللأسف هتموت. آدم وقع منه الموبايل من الصدمة ومن الرعب اللي هو كان فيه، لكن التسجيل كان مكمل، والتسجيل بيقول ما تروحش البيت وما تثقش في صاحبك كريم. آدم اتصدم، كريم ازاي؟ ده أقرب حد ليا من الطفولة. وفجأة في التسجيل اتسمع صوت باب بيت كسر، وبعدها صريخ ثم طلق نار. وفي نفس اللحظة آدم سمع صوت عربية فراملها بتصرخ وجاية ورا منه. بص لقى عربية سودة كبيرة واقفة في آخر الشارع، نورها مطفي، لكن فجأة النور اشتغل والعربية اتحركت ناحيته بسرعة. آدم جري بالموتوسيكل بتاعه بأقصى ما عنده، شوارع فاضية ومطر شديد وقلبه هيقف من الرعب اللي هو فيه. العربية لازقة وراه، وفجأة موبايله الحقيقي رن والاسم كان رقم مجهول. رد وهو بيرتعش ومتوتر. مين؟ الصوت رد اسمعني كويس، ما تروحش عند كريم. آدم اتصدم ورد في ذهول انت مين؟ المجهول ده فضل صامت ثواني كده وبعدين رد الرد اللي يدمره، انا انت بعد 3 ايام. آدم بعد الجملة دي حس ان نفسه اتقطع وقال بعصبية انت بتهزر. الصوت قال بسرعة العربية اللي وراك دي جاية عشان تنقذك مش جاية عشان تقتلك، ولو وصلت لك الشرطة قبلهم فانت انتهيت. وفجأة الخط اتقفل. آدم كان تايه، مين يصدق ايه؟ العربية السوداء ولا الصوت ولا التسجيل؟ وجاله بقى حتة فكرة في دماغه وقرر ان هو يستخبى. دخل جراج قديم مهجور وقرر ان هو خلاص بقى يفضل هنا، وطفى الموتوسيكل بتاعه. العربية عدت من قدامه بسرعة جنونية واختفت. آدم حاول يهدي نفسه لكن فجأة جاله اشعار على الموبايل بتاعه، خبر عاجل، العثور على جثة شاب في حادث اطلاق نار. آدم فتح الخبر واتجمد مكانه.
الصورة كانت صورته هو، نفس الجاكيت، نفس الساعة، نفس كل حاجة كان لابسها حرفيا. توقيت الوفاة بقى الغريبة ان هو كان بعد ساعتين من الوقت اللي شاف فيه الخبر ده. ادم حس ان عقله بيقع. فجأة حد حط ايده على كتف ادم من ظهره. ادم لف مرعوب ولقى كريم صاحبه واقف بيبتسم كده بكل برود، وقال له جملة واحدة: كان لازم تسمع الكلام من الاول يا ادم. وببطء طلع المسدس من تحت الجاكيت. ادم رجع لورا وقال له: انت ليه بتعمل كده؟ كريم رد وهو بيضحك وقال: لانك شفت الحاجة اللي ممنوع حد يشوفها. ادم بص للموبايل القديم بسرعة ولقى رسالة جديدة ظهرت على الشاشة، والرسالة بتقول: لو كريم ظهر لك اهرب فورا. لكن للأسف كان فات الأوان. صوت طلق النار بقى في كل مكان والشاشة اسودت فجأة. الغريب بقى في القصة دي كلها ان الشرطة لما راحت المكان اللي حصل فيه الحادثة ما لقيتش اي جثة نهائي، لكنهم لقوا حاجة واحدة بس: موبايل قديم شغال وعليه رسالة صوتية جديدة. ايوه، ما تنسوش تعملوا اشتراك لخالة علي عبد السلام حبيبي. ما تنسوش تعملوا اشتراك واسمعوا كلام يوسف، لان القصص قصة عمل دمار. يلا سلام عليكم. يلا بنا.